بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة من ورشة التصميم الخارجي بال 3 دي ماكس والفيري والفوتوشوب. لما نيجي نتكلم على التصميم اللي قدامنا ده، أهم ما فيه هو الموديلنج، يعني شوية البلوكات اللي احنا بنحطهم ورا دول والباك جراوند عشان تدينا إحساس بالرياليتي شوية، والماتيريال والإضاءات بتبقى بسيطة شوية في الخارجي، ولكن في الداخلي طبعا بيبقى عشان مزوم أكتر على العناصر بتاعة المشروع. بيبقى الاهتمام بالخامات والرندر مهم جدا وبياخد وقت أطول. في الخارجي بيبقى الموضوع أسهل شوية في موضوع الرندر، ولكن في الموديلنج بيبقى صعب شوية. احنا هنبسط الموضوع على قد ما نقدر، هنخلي كل حاجة تتعمل بكذا طريقة عشان يبقى سهل عليك انك انت تشتغل بطريقة واتنين وتلاتة وتسهل على نفسك. الاسهل بالنسبه لي ممكن يبقى رخم شويه بالنسبه لك، والاسهل بالنسبه لك ممكن يبقى رخم شويه بالنسبه لي، فعشان كده بنقول اكتر من طريقه وانت براحتك تشتغل بالطريقه اللي تريحك، وكل شيخ وليه طريقه. لما نيجي نشتغل على مشروع زي ده كده بيبقى جاي لك بطريقتين، اما انه جاي لك صوره من عميل سواء بي دي اف او صوره عاديه، وانت بتبدا تشتغل بالمقاسات، بتيجي بالاس بي لاين وتبدا ترسم على الماكس او الاوتوكاد وبعدين تحوله للماكس. بس الاسهل والاسرع ساعتها بنشتغل ماكس على طول بالاس بي لاين وتبدا تدي المقاسات بتاعتك. او اما بنيجي نشتغل على البي دي اف ممكن يبقى جاي لك بي دي اف بطريقتين، اما انه صوره عاديه متصوره بس مبعوتها لك بي دي اف، او صوره جايه لك من الاوتوكاد، وده بيبقى سهل جدا ان احنا نحوله من بي دي اف لاوتوكاد. ازاي؟ باجي هنا على الفايل بتاعي، طبعا دي الواجهات هنشيلها، مش فارقه معايا المقاسات قوي قد ما فارق معايا ان احنا نعمل موديلنج للمشروع بتاعنا. هاجي هنا واقول له انا عاوز اعمل امبورت بي دي اف، وباجي في اي حته فاضيه واقول له انا عاوز احول فايل، انتر، وبتختار الفايل بتاعك ايا كان، وبعدين بتقول له اوبن. بيقعد يحمل شويه في الجنب هنا، وبعدين بيظهر لك الملف بتاعك. اي نعم بيبقى كل خط لوحده، مش زي ما كان في الاوتوكاد قبل كده الخطوط كلها متصل، لو معمول له بولي لاين بيبقى بولي لاين، لا هو بيبقى كل خط منفصل، ولكن بيسهل عليك الموضوع جدا لما تيجي تشتغل في الماكس عشان مش ترسم تاني. او انه زي ما قلنا صورة وانت بتحولها. لكن المشروع عندي دلوقتي جاي اوتوكاد عادي جدا. الاوتوكاد بالنسبة لي انا نظفته، طبعا كان فيه فرش وفيه اكسات وفيه كل الشغل بتاع الوركينج بتاعه والفرش والكلام ده كله، ولكن عشان انا شغال خارجي فمش فارق معايا الحاجات اللي جوه. فانت ممكن تنظف الفايل بتاعك عشان يظهر لك بالشكل ده، ممكن كمان تنظف كل اللي جوه عادي جدا، يعني انك تشيل الفرش ده والسلالم والكلام ده كله لانه مش فارق معايا، مش ظاهر معايا في الشوت بتاعي، فمش مشكله، ممكن تمسحها عادي مفيش اي مشكله خالص. ولكن هنا في طريقتين لما تيجي تشتغل على الاوتوكاد في الماكس. اول طريقه هو انك انت ممكن تيجي تشتغل على الخطوط اللي معاك دي تحولها كلها بولي لاين، عشان لما تدخل على الماكس ما تبقاش محتاج انك ترسمها تاني. والموضوع ده بالنسبه لي ممكن استرخمه شويه، لانه في الاوتوكاد احيانا بيضرب شويه، وما تيجي تدخله الماكس تلاقي في خطوط مرتفعه عن خطوط في محور الزد. فبالنسبه لي عشان اسهل على نفسي شويه، انا شخصيا ما بشتغلش الشغل ده، يعني ما بعملش بولي لاين او باوندري وبعدين ابدا انضف الفايل كامل، بحيث ان انا اول ما ادخله على الماكس على طول اوتوماتيك اول ما ادي اكسترود يديني اكسترود. مش فارق معايا قوي لان انا بشتغل خارجي فقط. ايه الاسهل من كده من وجهة نظري برضو، عشان محدش يجي يقول لا احنا بنشتغل بطريقة فلانية؟ زي ما قلنا كل شيخ وليه طريقة واشتغل زي ما انت عايز. كل اللي فارق معايا برضو انك انت تبقى حاطط البلانات تحت بعض او جنب بعض بس بمقاسات انت عارفها. يعني انا بعدت البلان ده عن البلان ده بالظبط 50 متر، عشان لما ادخل على الماكس واجي ارسم ده وبعدين ارسم الارضي وبعدين ارسم الاول، احرك 50 متر بس سالب اكس عشان ينطبق عليه. مش هتفرق كتير لو نفس البلان. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي في سلالم اهيت ممكن اخد بالسناب من اخر درجة سلم لهنا لاخر درجة سلم هنا، او العكس، او من عمود لعمود، مش هتفرق معايا قوي. ولكن انا بما اني اقدر اسهل على نفسي في الوقت ده، فسهل جدا انك انت تشتغله في الاوتوكاد. ده بالنسبة للبلانات وتنظيف البلانات. تيجي بعد كده هتلاقي عندك في بعض الرسومات اللي المفروض تبقى معاك عشان تبدأ تشتغل عليها في الماكس. زي ايه؟ زي الكرانيش مثلا موجودة هنا. الكرانيش دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكاشن وانت بتعملها بموديفاير، سواء بروفايل او سويب او ايا كان اللي انت بتشتغل عليه، او اكسترود حتى في الماكس. ولكن لازم يبقى معاك
الشكل نفسه، الشيب نفسه ده. طب نظهره ازاي؟ انا طبعا عشان كنت شغاله قبل كده فانا معايا السكشن بتاعه، ممكن بسهولة جدا تنزله من على النت او انت ترسمه. يعني هي بتبقى ليها ستايلات واشكال كتير، وفي حاجات معروفة واستنباط كتير تقدر تشتغل على اي واحدة فيهم. انا عندي جبتهم معايا هنا بالمقاسات بتاعتهم عشان ما ارجعش اخدهم تاني. ده البروفايل او السكشن بتاع الكورنيشة الكبيرة، والكورنيشة الصغيرة اللي هي دي، اللي هي الفواصل بين الطوابق وبعضها، زائد الكورنيشة بتاعت الجزء بتاع الشبابيك ده خدته معايا بالشكل ده هنا. طبعا تقدر تغير زي ما انت عايز، ولكن انا سهلت عليك عشان يبقى موجود معاك في الفايل. دول الاتنين اللي احنا هنشتغل عليهم، والباقي بلوكات 3 دي عادية جدا سهل ان احنا نجيبها، وبرضه هبعتها لكم. نيجي بقى ندخل على الماكس ونبدأ شغل. هنيجي هنا ونقول له احنا عاوزين نعمل امبورت. طبعا قبل ما تشتغل على الماكس لازم تتأكد ان اليونت بتاعتك بالمتر، وانك انت شغال بالمتر. ما تجيش مثلا تبقى عشان تطبع تروح مسكل 1:100 وبعد كده تبدأ تشتغل عليه عادي، لانه الاكسترود هتلاقيه مختلف عندك في الماكس. هنا عشان اتأكد يا اما اقيس بالدايمنشن، او باجي هنا باللاين بروح من هنا لهنا كام، 1.6 يعني 1.6 من المتر. يبقى اذا انا شغال صح. مش مظبوطة عندك بالنسبة لك ممكن تسكل عادي في السكتش، في الاوتوكاد، عشان لما تيجي تشتغل على الماكس ما تقعدش تسكل، عشان ما تسكلش في ال3 دايمنشن وبعد كده تيجي بعد كده تغلط في الاكسترود. ايا كان حاول تظبط الفايل بتاعك على شغل الماكس اوتوماتيك على طول، عشان ما تشتغلش اي حاجة على الماكس غير الرفع. خلاص ظبطته، كنترول اس وهدخل على الماكس. اقول له انا عاوز اعمل امبورت الايه. طبعا تختار الفورمات من هنا DWG، او بتقول له اول فورمات عشان يجيب لك الفورمات بتاعتك كلها. انا عندي هنا كورس 2019 كورس ورشة التصميم الخارجي، ادي البلانات بتاعتي. هقول له اوبن، هتظهر لك الويندو اللي قدامك دي. الويندو دي اللي يقول لك السكيل اللي فيها، بتختار السكيل اللي انت كنت شغال بيه. طبعا انت بتقول له ريسكيل عشان يحول لك كل حاجه في الفايل بتاعك بتاع ماكس المتر، عشان انت يعتبر ده فايل جديد مش متظبط فيه اليونت. هنقول له ريسكيل عشان يحوله للمتر. وبعد كده هتنزل تحت هتلاقي في حاجه اسمها الكيرف ستيبس. لو انت راسم كيرف في الاوتوكاد ايا كان الكيرف، وليكن مثلا الكيرف ده كده، الكيرف ده بيبقى عباره عن خطوط جنب بعضها عشان يديك الكيرف ده ويديك النعومه دي. كل ما كانت الخطوط دي كتير كل ما كان الكيرف انعم، او كل ما كان الكيرف انعم اذا الخطوط الناتجه عنده كتير. فبالتالي لما تيجي تشتغل هنا يبقى لازم يكون الخطوط عندك كتير. هو هنا بيقول لك 10، ال10 دي مش تعمل لك نعومه قوي في الكيرف، لانهم 10 لاينز جنب بعض، 10 اضلاع جنب بعض. ولكن برضو عشان ما نكبرش الموضوع بنخليها مثلا وليكن 50، يبقى احنا كده زودناها بس مش اوفر يعني. نيجي هنا على اللايرز. لو انت عاوز تخفي او تظهر لايرات معينه معاك، مثلا وليكن انا مش عاوز التكست تظهر معايا، مش عاوز الاعمده التسليح، ايا كانت اللايرات لو انت مظبطها طبعا على الاوتوكاد، وبعدين هتبدا تشتغل من هنا. طبعا عشان الفايل مش كل مره بتبقى انت اللي عامله، ده بيبقى احيانا جاي لك من عميل عشان تشتغل عليه، فمش فارق معاك اللايرات دي كلها. ليه؟ لانك انت ظبطت هنا وعرفت ايه اللي عاوزه يظهر معاك وايه اللي مش عاوزه يظهر. يعني يمكن هنا الاعمده دي مش فارقه معايا ان هي تظهر، ولكن انا سايبها عشان بس تبقى جايد ليا. كده كده مش تظهر معايا في المشروع ال3 دي العادي اللي هو الريندر في الاخر، ولا حتى لما اجي اعمل موديلنج. هاجي هنا واقول له خلاص كده انا تمام، اديني اوكي. هيبدأ يحمل لك الفايل عندك او المشروع عندك هنا بالشكل ده. طبعا انا هشيل الجريد عشان يظهر معايا. اول حاجة بعملها اول ما بدخل المشروع الاوتوكاد بتاعي هو ان انا بروح ماسكهم كلهم وعاملهم جروب. ولو الاسهل ليك انك تعملهم او الافضل ليك انك تعملهم في لاير، اعملهم في لاير. ليه اللي انا بعمله ده؟ عشان بعد كده هنرسم بالاس بي لاين، والاوتوكاد طبعا بيدخل عندي اس بي لاين. يعني لو جيت هنا شيل اي حاجة من هنا كده هتلاقي ده كله اس بي لاين. فالاس بي لاين بالنسبه لي هيبقى فيه اس بي لاين تاني، انا هرسم بي، فبالتالي هيبقى اس بي لاين على اس بي لاين على اس بي لاين. مش عاوز اتوه لما اجي امسح الاوتوكاد بعد كده يبقى واخفيه، يبقى سهل عليا ان انا احدده باي جزء من الجروب. يعني انا لو راسم من الناحيه دي على اليمين وعاوز اخفي الاوتوكاد ده، هاجي هنا احدد حتى اي حاجه من هنا وليكن الكورنيشه دي واقول له هايد، فكده خلاص اختفى. فده
اهم حاجه اول ما ادخل فايل الاوتوكاد سواء كتير او شويه او ايا كان، لازم تحدد الجروب بتاع الاوتوكاد او تحوله على لير، اللي هو انك انت تفتح اللير عادي وتحوله اللير يبقى في لير لوحده. انا بالنسبه لي مش فارق قوي، فاحنا عملنا جروب وخلاص. ده بالنسبه لفايل الاوتوكاد. وطبعا خفيت الجريد عشان بس ابقى شايف قدامي بالشكل ده كده. هاجي بعد كده امسك على الاس بي لاين. امسك اول حاجه اللاين وهبدا ارسم. طبعا احنا قلنا عندنا طريقتين، اما انك انت تعملهم بولي لاين من الاول من الاوتوكاد وتيجي هنا ترفع على طول، تمسك يبقى اس بي لاين وترفعه على طول، او تعمله باوندري عشان يبقى اشكال مغلقه وتعمله على طول اكسترود. او الطريقه اللي انا بقول لك انا بستسهلها هو ان انا هرسم باللاين على طول كاني بشف البلان اللي تحتي ده. ازاي؟ طبعا انا مش فارق معايا ان يكون المشروع بتاعي تو لاين او ليه سمك، يعني انا مش هرسم السمك اللي جوه ده، انا هرسم بس اللي بره لان هو ده اللي هيظهر معايا، مش هيبان اللي جوه. طب والشبابيك ده هنعملها ازاي؟ هنقول اكتر من طريقه ليها. هاجي هنا وامسك اللاين ونبدا من اليمين ونفعل السناب. كليك يمين، احنا قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده او الورش ان احنا بنفعل الفيرتكس والميد بوينت والاند بوينت، هم دول اكتر نقط انا بستخدمها. ادي الاند، همسك الاند وامشي. طبعا انا مش فارق معايا الشباك ده مش هيبان، انا عارف طبعا الشطات اللي انا هاخدها. طبعا لو انت هتشتغل المشروع كامل بالاربع جهات فانت بالتالي هتعمل الاربع جهات زي ما احنا هنعمل في الجهتين الاماميه والليفت اللي على الشمال دي. لكن انا هنا مش فارق معايا ان انا اعمل باب ولا شباك ولا اي حاجه، فانا همشي بالطول كده لحد هنا واضغط كمان، وهنا برضو في الخلف مش هيبان، هضغط يبقى انا كده عملت لاين بحرف ال بالشكل ده. هنا بقى اللي هيبدا الشغل. هاجي هنا المفروض ان ده شباك، لو انا جيت بالشباك من هنا ودخلت لجوه فبالتالي انا هعمل كل الجزء بتاع الشباك داخل لجوه. انا مش عاوز كده، ده الشباك بيبقى تحته جلسه وفوق في العتبه والكلام ده كله، فانا همشي عادي جدا، ولكن هحدد مكان الشباك ازاي. هسيب نقطه عند اوله ونقطه عند اخره، وهنشوف البتاع ده بتظهر ازاي، النقط دي بتظهر ازاي لما اجي اشتغل عليها في الاكسترود. وهاجي هنا هسيب نقطه عند الباب ونقطه هنا، واجي هنا. طب النقطه دي الكيرف ده هعمله ازاي؟ عندك اكتر من طريقه، ابسطهم هو انك انت تقعد تمشي كده بلاين كده. ما احنا قلنا الكيرف يبقى عباره عن لاينز، هتقعد تمشي بلاينز هنا. المهم انك تيجي عند النقطه دي وتسيب نقطه بالشكل ده، وهفضل اخد نقط بالشكل ده واجي هنا واسيب نقطه. انا مش فارق معايا العمود فهعديه عادي جدا كانه مش موجود بالشكل ده كده، واجي هنا واسيب نقطه. هاجي هنا واسيب نقطه. خلاص كده احنا خلصنا الكيرف. هاجي هنا وهسيب نقطه، وهنا هسيب نقطه، وهكذا. فيرتكس فيرتكس، هنا فيرتكس وفيرتكس، فيرتكس فيرتكس وفيرتكس، فيرتكس. كده انا قفلت الاس بي لاين بتاعي. يبقى انا كده المفروض ان انا عملت اول دور. طبعا لو في اي كور او اي فتحه منور او اي حاجه لازم تحطها من جوه، يعني تحطها مع الاس بي لاين اللي انت لسه راسمه ده. ده بالنسبه لي حدود الدور الاول. بعد كده هبدا اعمل الاكسترود بتاعي، اكسترود. والاكسترود بتاعي في الدور الاول طبعا انا عارف المقاسات، فانا هخليها 4.5 بالشكل ده. ايه فكره الفيرتكس اللي احنا سيبناها؟ لو عملنا F4 عشان تظهر لي السيجمنت او الخطوط بتاعتي، هتلاقي حدود الشبابيك باينه معايا والابواب. ادي شباك ادي باب، ادي شباك ادي شباك ادي باب، وهكذا. بتفرق معايا في ايه؟ طبعا عشان احنا هنشتغل بعضها مربع عادي والبعض التاني هيبقى كيرف او ارك. ولكن هنا لو انت عاوز تفتح اي فتحه شباك بسهوله هتقدر تعمل كونكت الاتنين سيجمنت دول وتدي اكسترود للبوليجون اللي ما بينهم، وده اللي هنعمله فعلا كمان شويه. هناخد نفس اللي احنا عملناه هنا هنعمله هنا،
طبعا للتسهيل انا رسمت ده هو ده بالظبط، هو كده كده كان هو ده، ولكن في بعض الفروق في الدور اللي فوق. مثلا ده كان تحت مستطيل، ده فوق جاي كيرف، ولكن هو يعني هو نفس الدور. فهناخد الدور ده هنطلعه كنترول في بس كوبي مش انستنس، وبعدين نوديه 50 متر في الاكس، هتلاقيه انطبق عليه بالظبط، ولكن في اختلاف بسيط جدا في الدور اللي تحت. اسف، الدور اللي تحت عن اللي فوق او اللي فوق عن اللي تحت. هاجي هنا هشيل الستارت نيو شيب عشان اشتغل على نفس الاس بي لاين اللي انا واقف عليه. همسك اللاين وبعدين اروح قايل له انا عاوز ارسم الجزء ده من هنا كده لكده كده، هنا كده، وبعدين ادي الجزء بتاعي ده الزياده اللي انا كنت المفروض اعمله. وبعدين هبدا بالاس بي لاين اعمل تريم للجزء ده بالشكل ده كده. او عشان برضو ما يحصلش مشكله في التريم، انت ممكن تمسح السيجمنت دي كده وتمسك الفيرتكس وتطبقها على الفيرتكس دي، والفيرتكس دي وتطبقها على الفيرتكس دي، يعني ايا كان، وبعدين تعمل الاتنين دول ويلد. ليه؟ لان ده اتنين فوق بعض مش واحد. همسك دول وبرضو ده الاتنين دول واروح اعمل لهم ويلد. ده كده بقى واحد وده كده بقى واحد. يعني لو جينا نفعل الاكسترود، ولكن ده هيبقى 3.5 متر بالشكل ده. زادت بس الحتة دي اللي احنا قلنا هيبقى فيها برضو شباك هنا، هيبقى فيه شباك في الجزء ده كده. ده الدور التاني. تعال نحط الدور التاني على الدور اللي هناك. احنا بس عشان اللون ده اخضر هو كمان، هندي دي اي لون، هي ودي، هندي ده لون وده لون، وليكن اللون ده عشان يبقى اخضر مختلف، واللون ده، ونخلي السيجمنت بتاعتهم بيضة عشان بس نشوف بالشكل ده كده وبالشكل ده كده. ونيجي نحط الدورين دول على بعض. اللاين في الزد المينيمم على الماكسيمم، طبعا شيل الواي، تبقى بالشكل ده كده اهو. بعد كده هنلاقي فيه طبعا مش مرسوم الدور بتاع السطح، في دور تالت هنا اهوت واخد الدور ده كده، جاي من هنا واخد ده كده 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 بالشكل ده كده. احنا هنرسمه اس بي لاين، وهرسم من هنا، هو جاي من اول هنا، هو مش مرسوم عندك بس انت خلاص انت عرفت بقى انا برسم ازاي. هتيجي على دي برضو وهنا وهنا، ده المفروض يجي هنا، احنا هنظبطه دلوقتي. هنرسم وبعدين نظبط. همسك الفيرتكس واقول له الفيرتكس دي بالاس بي لاين زي ما كنا قلنا قبل كده في الورشه اللي قبل كده، نجيبها الناحيه دي تبقى موازيه، ودي موازيه للفيرتكس دي عشان يدينا الشكل اللي احنا هنعمل له اكسترود. دلوقتي اللاين ده مش فارق معايا او الفيرتكس دي مش فارقه معايا، ده مقفول عادي جدا حيطه. بعدين نديله اكسترود 3 متر برضه او 3.5، خليها 3.5 عشان الدروه. وبرضه نحطها فوق اللاين المينيمم على الماكسيمم في الزد، ورجعها -50. برضه نخلي السيجمنت بتاعتها بيضة ونديله نفس اللون او لون مختلف مش هتفرق. يبقى ده كده الموديلنج بتاع الادوار بتاعتنا. هنبدأ بقى نشتغل عليها. بعد ما خلصنا الموديلنج للرفع بتاع الاوتوكاد، هنبدأ نشتغل بقى باقي التفاصيل. وليكن اول تفصيلة معانا هي العراميس اللي بتبقى موجودة في الحيطة. العراميس دي ليها اكتر من طريقة، احنا هنقول الطرق كلها ولكن هنشتغل باسهل طريقة من وجهة نظري برضو، ويمكن تكون هي الاسهل بالنسبة لكم برضو. خلينا نشتغل وتشوف ايه الاسهل بالنسبة لك وتبدأ تشتغل بيه. اول حاجة لو جينا نشوف العراميس دي، هي عبارة عن سيجمنت، 2 سيجمنت فوق بعض وبينهم بوليجون بنديله اكسترود لجوه. الفكرة كلها في ازاي تعمل السيجمنت دي. لو جينا هنا هنلاقي ان انا سهل بالنسبة لي اعمل السيجمنت قبل ما اعمل
الشبابيك الموجودة عندي والابواب الموجودة عندي في المشروع. ازاي؟ اول طريقة هناخد بس واحدة منهم، دور منهم، والباقي هيبقى سهل نفس النظام زيه. هاجي هنا وابدا اقول له انا عاوز اعمل السيجمنت دي. تعملها ازاي؟ اول طريقة هو انك انت بتمسك الايديت بولي كموديفاير وتمسك الايدج دي كلها شيفت عشان يعمل لي رينج لي السيجمنت دي كلها، واقول له كليك يمين وكونكت، وابدا اديله عدد السيجمنت دي كلها. طبعا مش بس كده، احنا لسه المفروض نقربهم من بعض، ولكن دي فكرة ان احنا نعمل السيجمنت دي اول طريقة. تاني طريقة هي انك انت تبدأ تعمل اس بي لاين، اللي هو المفروض الاس بي لاين اللي تحت ده. هاجي هنا واروح قايل له كوبي واشيل اللاين ده كده، وممكن اعمل له enable in render و enable in viewport بالسمك اللي انا عايزه. السمك بتاع اللي هو مثلا وليكن 2 سم ونص او 2 سم، والاكسترود اللي انا عايزه برضو جوه. يعني هاجي هنا واقول له برضو لو انا عاوزه 2 سم جوه، هقول له انا عاوز ده 2 سم في الاكسترود بتاعه. خلينا ناخده من هنا كده، هقول له انا عاوزه 2 سم وعايز الويتس بتاعه 4 سم عشان يبقى 2 سم جوه و2 سم بره. انا مش فارق معايا اللي بره. او انك انت تعمله اوفست لجوه 2 سم وبعدين تديله اكسترود 2 سم برضه. ليه ده كله؟ عشان اعمل الشكل ده يطلع معايا الاكسترود بالشكل ده كده، وبعدين تبدا تكرره زي ما انت عايز. هاجي هنا اكرره بالارتفاعات اللي انا عايزها. طبعا انستنس او كوبي مش تفرق معاك، الارتفاعات اللي انت عايزها بالشكل ده، وبعدين تبدا تطرحه من الموديلنج بتاعك او الدور الاول بتاعك عن طريق انك انت بتحوله لبوليون. طبعا بعد ما تعمل اتاتش لكل العراميس اللي انت المفروض تقطعها دي، وبعدين عشان تبقى عنصر واحد، وبعدين تعمل له بوليون. تيجي من كومباوند اوبجكت وبعدين تعمل له بوليون عشان تشيل. طبعا انا هعمله لواحد بس عشان بس يبان معايا. طبعا هو ما تحولش ايديت بولي. هاجي هنا واروح قايل له احنا حولنا انهي بس عشان نبقى عارفين. كده اتشال معايا بالشكل ده، بقى فيه عرموس اهو، شايفين هنا. خلينا نحوله اديت مش عشان اشوف الجزء ده كده اهو. ده كده العراميس بتاعتي. ولما اجي افتح الابواب والشبابيك برضه ابقى اعملها بنفس النظام، ولكن انا هستسهل شويه. نرجع. طبعا هو اتحول، فاحنا هناخد ده كده كوبي ونمسح ده. ده كده عندي اهوت. وممكن اعمله بطريقة تانية، هي ان انا اجي احول ده edit بولي زي ما هو متحول كده، وليكن مثلا هنا، وبعدين هاجي على البلانات بتاعتي او البوليجونز بتاعتي دي، واقول انا عاوز اعمل لها سلايس بلان. لو نزلت شوية هتلاقي في حاجة اسمها سلايس بلان. بلان عادي جدا بتطلع. انا بس هطلع دور هنا كده شويه، بتديله انت المقاس بتاعك اللي انت عايزه وليكن نص متر، وبعدين تقول له سلايس، وبعدين تطلع نص متر و2 سنتي وتقول له سلايس، وهكذا. نفس فكره اهو شايفين. وبعدين اجي من هنا الاديت بولي واقول له اعمل لي دول ودول ودول، وهكذا تاخدهم كلهم شيفت اهو بالشكل ده كده، وبعدين تقول له كليك يمين واكسترود لجوه. طبعا هنيجي هنا ونقول له احنا عاوزينها لوكال عشان يرجعهم لنا ورا بالشكل ده كده اهو. نفس الفكره بتاعت البوليون او بتاعت الاس بي لاين، واسف اليديتابل بولي والكونكت، وتديله الاكسترود ده. برضه هنمسح ده وهنمسح ده. في طريقه تانية بس بدائيه خالص، وهو انك انت تبدا ترسم كل حيطه لوحدها اس بي لاين وتديها الاكسترود بتاعها. يعني هاجي على الحيطه دي اروح جايب بوكس كده مثلا
وابدا اشتغله لوحده. يعني احول ده اديت بولي وامسك الايدج دي بالشكل ده وابدا اعمل نفس النظام. في طريقه خامسه، احنا كده قلنا 4 طرق. اولهم خلينا نقول اول واحده الاس بي لاين والبوليون. تاني واحده انك انت تعمل اديتبل بولي وبعدين تحوله لكونكت، تعمل له كونكت وبعد كده تعمل له اكسترود للبوليجون اللي جوه. ممكن تعمل اديتبل بولي وبعدين تعمل له سلايس بلان وبعدين تعمل له اكسترود لجوه. ممكن تعمل الطريقه البدائيه اللي احنا قلنا عليها بوكسات كده لكل حيطه وتعملها لوحدها اس بي لاين وبعدين تديله الاكسترود، او تعمل له بوكس وبعدين تعمل له كونكت وبعدين تديله الاكسترود لجوه. في طريقه الخامسه اللي هي عن طريق المبات، انك انت تستخدم الماتيريال في انك انت تعمل بارز وغاطس عن طريق البامب والديسبيسمنت، ودي هنشرحها بس لما نيجي نشتغل على الماتيريال. احنا هنشتغل على الطريقه الاسهل من وجهه نظري انا او بالنسبه لي. هعمل كونكت عادي جدا اهوت، هاجي هنا واقول له انا عاوز اعمل كونكت للايدجز بتاعتي دي او السيجمنت بتاعتي دي، واقول له مثلا انا عاوز اعمل. طبعا انت عندك ازواج. يعني ايه ازواج؟ يعني لما تيجي تشتغل هنا انت عاوز زوج من الايدج، 2 ايدج 2 ايدج 2 ايدج، فبالتالي انت عاوز زوج. يعني ايه؟ عدد زوجي. هاجي هنا اقول له انا عاوز مثلا 20 ايدج، ولو احتاجنا بعد كده عادي جدا ان احنا نعمله. هاجي هنا واقول له اوكي، امسك السيجمنت بقى، او خلينا نقول ممكن عشان بس يبقوا سهلين بالنسبة لي اعمل كل مجموعة كده سكيل عشان توسع لي بس طريق بالشكل ده كده. عشان ابدأ اشتغل من تحت لفوق. هاجي هنا واقول له انا عاوز اول فيرتكسز معايا دي، الفيرتيسز دي هديها مثلا وليكن على 80 سنتي، يبقى اللي بعدها على 82 سنتي، يبقى اللي بعدها سيب مثلا فرق بين دي ودي وليكن مثلا 30 سنتي. هاجي هنا على الموف واقول له في الزد اطلع لي 30 سنتي. طبعا احنا هنا مش واقفين في الزد، احنا واقفين في الواي. 30 سنتي. ونيجي على اللي بعدها نقول له من هنا لهنا وبعدين يطلعها لي 2 سنتي وهكذا. طبعا بعملها في الزد، احنا واقفين في الواي، يعني احنا هنا بنطلع في الواي فلازم تطلع في الواي 2 سنتي بالشكل ده. تعالى ما نعمل ده كله ونرجع تاني. ده كده بعد ما عملنا كونكت وبعدين ظبطنا الارتفاعات بتاعتنا. طبعا احنا هنا عاملين 2 سنتي، لو انت عاوز تعملها 2.5 ماشي على حسب ما تظبط معاك، بس عادي. يعني انا كنت عاملها هنا في الرسمة دي 2.5 والفرق بينهم 40 سنتي، انا عاملها 2 سنتي والفرق بينهم 30 سنتي، مش مشكلة، المهم تظبط معاك على حسب ما انت عايز. بنفس الطريقة هنعمل الجزء اللي فوق اللي هو عندي هنا، ولكن الجزء اللي فوق اللي هو بتاع الدور التاني طبعا هنا احنا عملنا كونكت بس مش فارق معايا لان كده كده مش هشتغل عليه. الفكرة كلها في الاكسترود، يعني الخطوط اللي احنا عاملينها مش هتبان، مش مشكلة. هنا هنعمل نص الدور فقط. ازاي؟ هاجي هنا على الدور اللي فوق اعمل له ايزوليت واعمل ايديت بولي وبعدين اعمل له كونكت، بس هعمل واحد بس، سيجمنت واحدة بس. ليه؟ عشان تقسم لي اللي فوق واللي تحت، وبعد كده هرجع تاني اخد دول واعمل مثلا وليكن 8 او 10 سيجمنت بالشكل ده كده. وبنفس الطريقة هعملها زي ما عملنا الدور الاول. تعالى نعملها ونرجع تاني. ده كده بعد ما عملنا الدور الارضي والاول. تعالى بقى نشوف موضوع الفتحات. قبل ما نعمل اكسترود للسيجمنت كتير اللي احنا عملناها دي لازم الاول نشوف موضوع الفتحات. ليه؟ لان في حاجات مش هيبقى فيها سيجمنت ولا فيها عراميس، زي ايه؟ زي الجزء بتاع الباب ده، زي الكيرف اللي احنا كنا عاملينه، زي في بعض الاجزاء اللي مش هيبقى فيها اي عراميس او اي سيجمنت، فبالتالي المفروض اراعيها الاول وبعدين ابدا اشتغل على العراميس بتاعتي. اول حاجه هنلاحظ ان في بعض الابواب والشبابيك عاديه جدا مستطيلات، وفي بعضها بيبقى ارشات. الارشات دي هنعملها عن طريق البوليون بالطريقه التقليديه جدا.
في طريقة تانية البدائية جدا، ان هو احنا نعمل الحيطة دي ريكتانجل عادي، وبعدين نبدأ نرسم فيها بالاس بي لاين الجزء بتاع الشباك، وبعدين نبدأ نرسم الشباك عليها عادي. ولكن الطريقة الأسهل والشائعة والمجربة كتير هي طريقة البوليون أو البروبوليون اللي احنا بنشتغل عليها عن طريق الكومباوند اوبجكت، وبعدين نبدأ نرسم الشباك عليها. هنيجي هنا نقول الأول ناخدها كده من الفتحات. هنلاقي في الجزء الكبير اللي على اليمين في شباكين مفتوحين. الشباكين دول لازم اشيل السيجمنت اللي فيهم. ازاي؟ هاجي هنا هلاقي ان في مكان للشبابيك اللي انا حاططها اهوت، ممكن ارسم عليهم الشبابيك الاول، طبعا دوت عشان فرونت عادي جدا اهوت. هاجي هنا واقول له المفروض يبقى فيه شباك ريكتانجل من الجزء ده كده للجزء ده، طبعا معمول enable in render و enable in viewport، فانا هشيلهم. ده الجزء بتاع الشبابيك دي، الشباكين دول. هاجي هنا طبعا هما من الاول هنا الجلسه اللي انا عاملها اللي هي على ارتفاع 80 سم لحد فوق، ممكن نقول زياده عن اللي احنا كنا راسمينه، تقول 80 سم برضو. فهاجي هنا احوله الاس بي لاين، ومن الاس بي لاين عشان بس اعمل الكيرف هطلعه في الزد 80، وبعدين هبدأ اعمل حاجة اسمها فيلت للاتنين فيرتكس دول بالشكل ده كده. يبقى ده طبعا احنا هنحتاج الشيب ده كتير جدا، فانا هاخده على جنب هنا. همسك ده واعمل له اكسترود. الاكسترود بتاعك قد ايه؟ نفترض مثلا انه هيبقى 30 سنتي. ال 30 سنتي دول هدخل منهم 20 سنتي جوه اللي هي السماكة بتاعتي، وليكن هنا مثلا كده. يبقى ده الفتحة الأولى. هاجي هنا هبدأ أظبطه عندي انستنس بالشكل ده كده اهوت. هاجي على في شباك طويل عندي هنا برضو. احنا عندنا كام شباك طويل؟ ادي 1 2 3، وفي شباك طويل بقى اللي هو الارتفاع الكبير بتاعي بالشكل ده كده. هاجي هنا واروح قايل له الشباك دوت المفروض برضو يبقى الناحية دي. كوبي. ليه كوبي؟ لان الشباك نفسه مختلف المقاس بتاعه. اسف، ده هو الناحية دي. هنعمل له روتيت على 90 درجة. هنفعل الانجل سناب، طلع قده تقريبا، فاحنا هنسيبه زي ما هو سواء كوبي او انستنس مش تفرق. احنا كده كده هنعمل لهم اتاتش مع بعض. وفي هنا الشباك الكبير قوي اللي هو الارتفاع الكبير، ولكن ناخد بالنا ان الجزء ده المفروض يتعمل له هنا كده، هيتعمل عراميز برضه. فالعراميز دي برضه نخلي بالنا منها. هنبدأ نعملها في الجزء اللي فوق والجزء ده. طب هنا هناخدها ازاي؟ مش مضطرين بقى ان احنا ناخدها بالمحيط بتاع المشروع كامل او المبنى كامل، لا ده احنا هناخد جزء منه. هفعل ايديت بولي تاني او هحط ايديت بولي تاني، واخد السيجمنت اللي انا عاوزها بس، اللي هي وليكن الجزء ده كده، ده اللي هيتعمل فيه العراميز بس. مثلا ناخد ده هو كمان، وبعدين نقول له كليك يمين كونكت تاني، هنخليهم 6 أو 8، ونبدأ نظبط فيهم هما. واللي فوق ده برضو المفروض انه يبقى فيه جزء بالشكل ده كده برضو لحد منتصفه، نفس اللي تحت. هاجي هنا واروح قايل له انا عاوز اعمل edit بولي connect، وبعدين اخد الجزء اللي تحت ده اعمل له connect مثلا على 8. هنظبط السيجمنت دي ونرجع تاني. ده كده بعد ما ظبطنا السيجمنت هنبدأ بقى نرفع الشباك ده في الزد. طبعا وانا ماسك الفيرتكس دلوقتي اللي هي دي، كليك يمين واقول له طلعها لي في الزد 3.5 اللي هو الدور بتاعي.
طبعا ال3.5 طلعوا بالشكل ده كده اهوت. بقت معايا الشباك بتاعي بالشكل ده. ده بالنسبة للشبابيك الطويلة. انا عندي هنا شباك التاني، وفي هنا شباكين، واحد كيرف. انا دلوقتي بعمل الكيرف الاول. هاجي هنا اروح واخد ده بنفس الشكل ده كده، واروح حاطه هنا عشان اظبطه. طبعا هجيبه الناحية دي 30 درجة. عاوز تظبطه من هنا ماشي، مش عاوز هي كده كده مش هتبان معايا. هجيبه بالشكل ده وارجعه تاني في الاكس -50 عشان يروح في مكانه بالشكل ده كده. طبعا وممكن ترسم الريكتانجل بتاعك اصلا على المجسم اصلا، وبعدين تبدأ تشتغل عليه عادي. وهنا هنرفع 3.5 او 4.5 بقى اللي تحت في الزد، 4.5 عشان يديني الشكل ده. ممكن ننزله شوية عشان يبقى اكبر من كده، ممكن نسيبه عادي. هاجي من هنا عشان اعمل الشباك ده، هروح قايل له اعمل لي روتيت 30 درجة برضو. ده فيه زيادة شوية، ممكن نيجي من هنا ونروح قايلين له ناخده لوحده كده، نقول له الفيرتكس دي رجعها خليها كورنر، والفيرتكس اللي تحت خليها كورنر، وهات ده هنا وده هنا، بدل ما نرسم الريكتانجل تاني او ترسمه تاني مش مشكلة. وابدأ اظبط الفيرتكس دي، اجيبها الناحية دي، وطبعا اروح لفه تاني عن طريق ان احنا نعمل فيلت. وجود السيجمنت دي والسيجمنت دي هيعملوا مشكلة، فانا همسحهم ديليت، واجي من هنا واقول له فيلت تاني عشان يتقابلوا. كورنر واقول له فيلت، وممكن نطلعه شوية فوق في الواي، وليكن مثلا 30 سنتي، او بلاش فوق. خلينا نتأكد الاول انه على نفس الارتفاع ده، او على نفس الارتفاع ده، يبقى خلينا ننزل تحت افضل، او نسيبه مش هتفرق كتير. هو هنا كان نازل شوية، يعني هنا مثلا خلينا ننزله في الواي سالب، احنا قلنا 80، لا خليها 30 سنتي لتحت هو وده. والشباك ده هو كمان ينزل. طب هنخلي ده كورنر وينزل ده في الواي 30 سنتي، يبقى بالشكل ده كده. طبعا ده لما نزل عمل مشكلة. خلينا نعمل دول كلهم يطلع لفوق بيزير كورنر، وده يطلع لفوق. ليه عملناه بيزير كورنر؟ عشان نتحكم في اللي تحت بس، وفعلت الواي عشان يطلع فوق بس كده، وده كده عشان لما نيجي نعمل اكسترود يطلع معايا عادي اكسترود بالشكل ده. في شباك تاني، في شباك كيرف هنا وشباك كيرف فوق. هناخد اللي فوق من هنا، لا اسف، هناخده من هنا عشان ده اصغر. هناخد ده بالشكل ده كوبي، وهناخده فوق الباب، ويدخل جوه.
نيجي بعد كده نشتغل على الجزء بتاع الكيرف، شباك الكيرف. هنيجي ناخد ده كوبي وبعدين نعمل له روتيت، بعدين اجي هنا اظبط تقريبا ده كبير، ممكن نصغره شوية، هو كده كده هيتلف شوية. هنديله اكسترود زيادة، ايا كان بقى الاكسترود مش هيفرق معايا، من قدام كده كده هيتشال. وبعدين هبدأ اديله بند، بس قبل ما اديله بند هزود بس شوية السيجمنت اللي تحت دي عشان يلف معايا. ممكن ندي ده شوية هو كمان، بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ اديله بند على الاكس واظبطه بقى شوية على حسب ما يظبط معايا. انا كده كده مش فارق معايا السطح ده، انا كل اللي فارق معايا الشكل ده اللي هو بيعمله، يديني الشكل ده كده يعني لحد ما. بس الفكرة كلها انه برضو عاوز قبل ما يتعمل له بند يصغر شوية، فانا هاجي اظبطه بس شوية هنا كده. اديله اف دي والفه عشان اظبطه بالاف دي. بعدين اديله البند، بلاش نديله بند من هنا، اديله بند بعد الاف دي. حوله دوت بولي وبعدين اف دي، وبعدين بولي تاني وبعدين ندي البند. احنا بندي في الزد ده، اسف، يبقى كده احنا عاوزين في الاكس نديله الشكل بتاعه ده كده، صغر شوية. يبقى بالشكل ده كده. ناقص بقى باقي الشبابيك بتاعتي. عندي هنا شباك مستطيل وشباك مستطيل، يعني شباكين مستطيل. هاجي هنا تحت ده بالظبط واقول له احنا عاوزين شباك مستطيل، فمش فارق معايا بقى السيجمنت دي. دول كده هنشيلهم، هنسيب دول. بس لما نيجي نشيلهم مش هنعملهم ديليت، لان لو اتشالوا بديليت هيشيل لي الاسطح او البوليجون الموجوده اللي هي المكونه معاهم، ولكن انا هعمله باك فيس من هنا، او هنعمل باك سبيس من الكيبورد عشان تتشال. هنا ديليت فيس او ريموف اهيت، او هنيجي نضغط باك سبيس عشان يتشال السيجمنت بدون ما تشيل الاسطح. وهنا نفس النظام، هنيجي هنا هنشيل، طبعا هنا بقى في الباب هنشيل ادي واحد، على حسب بقى الارتفاع احنا هنبقى نظبطه بعدين بالشكل ده كده. الباب بالنسبة لي عشان اقيس، هاجي هنا اقول له اكسترود للبوكس، ارتفاعه يبقى 2 متر 20 مثلا، او خليه 2 متر ونص. يبقى هنشيل الجزء ده كمان. تخلي بالك لان الخطوط كترت، فانت ممكن تيجي تعلم خطين من هنا ولا حاجة تلاقيك اشتغلت على اللي ورا. يعني شايفين الخطوط ورا قد ايه؟ لو جينا نحدد، انت بتهيألك انك انت محدد الاتنين دول بس، ولكن انت محدد من ورا تاني. تخلي بالك في الشغل ده بالذات اللي هو الكلاسيك والنيو كلاسيك من الخطوط الكتير اللي فيه. كده انا علمت على اماكن ابواب والشبابيك. قلنا في واحد هنا كمان، طبعا هنا الجزء ده
في شباك كبير، شباك كبير في النص، لكن احنا هنا كنا عاملينه في البلان شباكين، فاحنا هنكرر ده تاني الناحية دي بالميرور، وهنكرر اللي تحت برضو بالميرور. هنا هنخليه في الواي، احنا ما خليناهوش كوبي، ممكن نخليه كوبي انستنس، ونحرك ده كده شوية، ونيجي هنا طبعا نخلي بالنا انه ما يتلاقوش كده، تلاقوا احنا مش عاوزينهم يتلاقوا. ليه؟ عشان بعد كده لما نيجي نعمل بوليون ما يقطعش في الجزء ده، في التلاقي ده. هاجي هنا واروح قايل له ادي الشباك بتاعي من تحت، هنحط ايديت بولي تاني. انا طبعا بعمل ايديت بولي كتير عشان بس يبقى الموضوع بالنسبة لي سهل. احنا هناخد من اول هنا لحد هنا، هنقول له باك سبيس، باك سبيس، وهنا برضو نفس النظام. هو طبعا التصميم كان اتغير بعد كده وخليناه شباك واحد، بس برضو احنا هنمشي على التصميم ده. مش عاوزين دول، مش عاوزين دول، احنا هناخد دول بس. باك سبيس، وهنا عشان يبقى تحته هناخده من هنا، يبقى دول هما اللي معانا بس، ونشيل دول. طبعا ملناش دعوة بالتصميم، احنا بنعمل موديلنج بس. يبقى ادي الشباكين بتوعي، وادي الشباكين اللي فوق، وهنا في الباب، وهنا في الباب بتاعي. هنشيل الجزء ده كده، بالشكل ده. تعالى نبدأ نفتح الأبواب والشبابيك. قبل ما أفتح أي حاجة هاخد التلاتة دول اللي هم المباني اللي أنا تعبت فيهم، هعملهم كوبي الأول، وانسخهم على مسافة مثلا وليكن 50. يبقى دول الاستبن عشان لو حاجة باظت ما يطلعش عيني بعد كده. وقبل أي حاجة طبعا لازم تعمل سيف. ارك، طبعا احنا المفروض كنا نحفظ من الأول، بس مفيش مشكلة، لو مجرد ما تفتكر احفظ. خدنا دول كوبي مش انستنس عشان لما نعدل في واحد ما يتعدلش فيه، ونبدأ نشتغل على دول. هنشتغل هنعمل ايه؟ اول حاجة هنفتح الشبابيك بتاعتنا والابواب اللي هي موجودة اصلا معانا، حاجة زي كده، حاجة زي كده، حاجة زي كده وكده، والباب ونقول له اكسترود لجوه. طبعا هنعملها لوكال نورمال، هنا مش نافع لوكال نورمال. بعدين نقول له -20. احنا مش محتاجين الاسطح دي، فهنعمل لها ديليت عشان يدينا السمك. السمك ده اهو بدأ يبان مع اننا راسمين لاين واحد بس، زي ما هو باين هنا سمك، ليه سمك اهو. بنفس الطريقة لو في اي جزء فوق المفروض يتعمل له اكسترود. وبعدين هنبدأ نمسك العناصر بتاعتي دي. طبعا هناخد ده لوحده هو وده على مسافة ايا كانت ايه هي، مش تفرق، عشان دول هناخد منهم اللاين اللي هنرسم بيه الشبابيك. او لو انت هتجيبها بلوكات مش مشكلة، بس طبعا الكيرفات دي بالذات الاسهل انك انت تعملها موديلنج. هاجي اعمل ده edit mesh او edit بالبولي، وبعدين اقول له انا عاوز اعمل اتاتش لده ولده 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 ولده. طبعا يفضل انك انت كنت تنسخهم معاك بالمرة عشان لو احتجتهم تاني، يعني كأنك بتنسخ المشروع مرتين للأمان بس مش أكتر.
50 برضو. هما اتنقلوا من غير ما يتنسخوا اهم، نسخناهم تاني. هاجي امسك ده وارجع تاني اعمل الاتاتش، وقبل ما اعمل اتاتش قلنا هنعمل ده اكسترود لجوه، ونمسحهم برضو. او ممكن دول تعملهم دي اتاتش عشان هنحتاجهم تاني لما نيجي نعمل الجزء بتاع الشبابيك، اللي هو الجزء ده الشباك ده، عشان واخد كيرف ما نضطرش نعمل له كيرف تاني. يبقى انت عندك الاسطح اهيت تقدر ترسم عليها او تعمل عليها كيرفات عادي. دي تاتش، لا دي تاتش بس، يبقى لوحدهم مش كولون. ونيجي هنا بقى نروح واخدين ده برضه هو كمان اتاتش، مش او اديت بولي، عشان نبدأ نفتح فيها الفتحات دي. نحفظ ده نسميه 2، وبعدين نعمل compound object boolean big بروبوليون او big operand b مثلا، سواء بروبوليون او بوليون. وبعدين نختار الجزء بتاعنا ده. بدأ يفتح لنا خلاص الفتحات بتاعتنا اهيت. طبعا لو في اسطح زيادة عاوز تمسحها بتمسحها. هاجي هنا واقول له الاسطح دي مش عايزها، او لو انت عايزها عشان ترسم عليها مفيش مشكلة. ونفترض ان احنا هنا مش عايزينها، فتحناها بالشكل ده كده. ديليت. دي ما خدناهاش معانا. بوليون. بعدين نحولها edit بولي. دي مشاكل بتحصل معانا. هنخلي دي طبعا هنا ما تعملهاش السمك. هاجي هنا واقول له اعمل لي دي كاب، وبعدين اخده بالبوليجون اكسترود لجوه ال20 سنتي بتوعي، وامسحها تاني. او لو انت هتاخدها عشان تعمل بيها اكسترود ماشي. ده نفس النظام اهوت مظبط خلاص. يبقى احنا كده عملنا الفتحات بتاعة المشروع بتاعنا. نيجي بعد كده نمسك اي حاجة عاوزين نعمل لها العراميز بتاعتنا اهيت، الجزء ده وده. تعالى نعملهم بداية من اليمين. هناخدهم لوحدهم كده اهوت. لو حددت حاجة زيادة وعاوز تمسح التحديد بتاعه تضغط Alt. طبعا الموضوع بيبقى رخم شوية في الكلاسيك والنيو كلاسيك عشان التفاصيل اللي فيه. هنا طبعا الأسطح ما اتعملتش، هنعملها. هنا المفروض يبقى في واحد مقابل ليه، فناخده بالمرة ونحدد ده كله الأول، وبعدين نبدأ نعمل له اكسترود. بعد ما حددنا الجزء ده بكل بساطة هنضغط عليه كليك يمين ونعمل له اكسترود لجوه 2 سنتي، سالب 2 سنتي لوكال نورمال بالشكل ده كده، ونقول له اوكي. نبدأ نظبط بقى بعض
المشاكل اللي عملتها البوليون اللي احنا كنا لسه مظبطينها ولسه عاملينها. هنيجي نفعل الايديت بولي، وبعدين اخد، بس انا عاوز اظهر الجوانب بتاعتي، فهاخد الجنبين دول هعمل لهم اكسترود، مش مهم القيمة لان هنزل بيها على الجنب ده كده اهوت، الاتنين نازلين معايا. هنزله، هو المفروض يبقى على ارتفاع 80، فهاجي هنا اللي هو الارتفاع بتاعي ده، فعلت السناب واجيبهم لحد هنا. بعد كده ممكن اعمل اي واحد فيهم شيفت واخده بالشكل ده كده كوبي عشان يعمل لي الجزء اللي تحت ده. يبقى انا كده عالجت المنطقة دي كده. طبعا مش فارق معايا بقى الجزء ده كده، هشيله. هاجي من هنا نفس النظام، اشيل ده عادي مش فارق معايا، واخد الاتنين سيجمنت بتوعي دول او ده، وانزل بيه شيفت لتحت او اكسترود. هاجي هنا واروح واخد ده هنا. انا عملتها بطريقتين، مرة اكسترود ومرة شيفت، عشان بس نوضح ان الموضوع ابسط من البساطة. يبقى كده انا عالجت الاتنين دول. يبقى انا عاوز الشكل بتاعي يطلع معايا بالشكل ده كده. طبعا بقى هنمسك كل حاجة موجودة عندي، كل جزء موجود عندي المفروض يتعمل له العراميس، وهنعمله ونرجع تاني نكمل مع بعض. بكده نكون خلصنا الجزء اللي هيتعمل عراميس في المشروع، وصلنا لجزء كبير جدا من موديلنج المشروع كامل، ونكون وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا. ان شاء الله هنكمل في المحاضرات الجاية. كان معاكم محمد نبيل، يا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.